السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلب مني أن أقول كلمة فيما يتعلق بجانب الشرعي في النظام الثنائي لشركة أتومي الكورية الجنوبية. الفريق ديالنا طلب مني أن نهيئ كلمة بهذه المناسبة، يعني في حكم الشرع في النظام الثنائي ديال الأوتومي. على بركة الله نبدأ. سؤالنا مثلا: موقف الشرعي من النظام الثنائي لشركة أوتومي. نعم، هذا النظام يعتمد على تفاصيل النظام وكيفية تطبيقه. يعني هذا النظام الثنائي تعتمد الفتوى الشرعية على تفاصيل النظام ديالو. خصنا نعرف تفاصيل النظام ديالو وكيفية تطبيقه. لكن بشكل عام الشرع يركز، شريعتنا الإسلامية تركز على أن تكون المعاملات المالية مبنية على العدالة والشفافية. هذا هو الأساس، والأصل في الأشياء الحل إلا ما دل دليل على حرمة ذلك الشيء. يعني الشرع يركز على أن تكون المعاملات المالية مبنية على العدالة والشفافية، لا على الظلم ولا على الغموض، وأن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثلا تجنب الربا والغرر والجهالة وحرمة الزمان والمكان والغش. يعني كل ما خصها تكون في هذا النظام هذا. أو دعونا نعرف بهذا النظام. ما معنى النظام الثنائي؟ غالبا أن هذا النظام أن كل شخص، الموزع، يقوم بإحالة أو دعوة اثنين يجعلهم تحتهم في الخط ديالو، واحد الخط عن اليمين وجانب عن اليسار، في هيكل يشبه الشجرة الثنائية. نعم، تحقق الربح قد يكون من بيع المنتجات. ركزوا معي، تحقق الربح خصو يكون من بيع المنتجات ومن حوافز على بناء الشبكة وتحقيق أداء مجموعة الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هذا فيما يتعلق بمعنى النظام الثنائي. نعم، فهذا النظام أو هذه الشركة اللي جاتنا بهذا النظام لا بد أن تكون عندها معايير شرعية التي يقيم بها مثل هذا النظام. مثلا، لكي يكون هذا النظام جائزا شرعا لا بد من شروط مهمة تكون في هذا النظام. أعيد: حتى يكون هذا النظام الثنائي حلال وجائز شرعا، لا بد توجد عدة شروط مهمة نراعي هذه الشروط. أولها، الشرط الأول حتى يكون هذا النظام الثنائي جائزا أن يكون التركيز على بيع المنتج الحقيقي وليس فقط جذب الأعضاء كما يعملون بعض الشركات الهرمية، يعتمدون على الأعضاء ولا يعتمدون على بيع المنتج. أن يكون التركيز على بيع المنتج الحقيقي وليس فقط جذب الأعضاء. ثانيا، أن الربح يجب أن يكون من السلع أو الخدمات الفعلية، لا من مجرد التسجيل أو دفع رسوم العضوية. هذه النقطة الثانية ونعيدها: أن الربح حتى يكون النظام الثنائي جائز شرعا، أن الربح يكون فيه من السلع أو الخدمات الفعلية، لا من مجرد أنك تسجل شخصا أو دفع رسوم العضوية أو اشتراط شراء المنتج. ثالثا، أن لا يكون هذا النظام فيه الاستغلال أو الغرر أو الربا أو الخداع أو حرمة الزمان أو حرمة المكان. مثلا أن يكون واضحا ما يدفعه العضو وما يحصل عليه، مش يكون مسألة فيها غموض. يكون لدى العضو المنخرط في هذا النظام أن يكون واضحا ما يدفعه العضو وما يحصل عليه، وما هي المخاطر. كذلك خصو يعرف المخاطر وعدم وجود خداع
يعني ثالثا ألا يكون فيه ربا أو فوائد محرمة. رابعا ألا يكون فيه ضعف شديد، هذا النظام يكون معرض إلى الخسارة الكبيرة لأغلب الأعضاء. لا، ما خصوش يكون يعني الإنسان داخل هذا النظام الثنائي ولكن هو يعني يتصور له أن الخسارة محتملة، يعني 71% كان الخسارة. هذا كذلك لا يجوز، الإنسان يتعرض إلى الهلاك. هذا النظام قائم بطريقة أن الأعضاء في الأسفل غالبا ما يخسرون. إذا هذا النظام قائم بطريقة على أن الأعضاء في الأسفل غالبا ما يخسرون، فهذه مسألة تخضع للنقد الشرعي. يعني أنا أظن أن النظام ديال الثنائي في الأطومي ما فيش هذاك الشيء الهرم، يعني الناس اللي الأسفل دائما يخسرون والناس في الأعلى دائما يربحون. أظن هذا ليس الحمد لله موجود يعني في النظام الثنائي ديال الأطومي. خامسا أن يكون النظام مشروعا، يعني ما فيش شبهة من حيث العقود والممارسات، مطابقا للأمانة والعدل، وأن لا يتضمن معاملة محرمة. ما يكونش كذلك المنتج أو المعاملة أو المنتج فيه الحرام أو فيه الحرمة. يعني النقطة الثانية، موقف العلماء الدين من الإسلامي من هذا التسويق الشبكي مثلا، وأدخل في النظام الثنائي. بعض العلماء يرون أن أنظمة التسويق الشبكي التي تستوفي الشروط المذكورة ممكن أن تكون مباحة أو جائزة إذا التزم بها النظام والمنتج والربح يكون مشروع. يعني هذه الخمسة ديال الشروط اللي ذكرنا سابقا، كيقول العلماء يعني أي مشروع فيما يتعلق بأنظمة التسويق الشبكي لا استوفى هذه الشروط الخمسة كما قلنا في البداية: أن يكون التركيز على بيع المنتج، وأن يكون الربح من السلع أو من الخدمات الفعلية، وأن لا تكون فيه استغلال أو غرر أو ربا، وأن لا يكون فيه ربا أو فوائد محرمة، وأن لا يكون فيه ضعف شديد يؤدي إلى الخسارة، وأن يكون النظام مشروعا من حيث العقود والممارسات مطابقا للأمانة والعدل، وأن لا يتضمن معاملة محرمة. إذا استوفت هذه الشروط في أي نظام من الأنظمة ديال التسويق الشبكي، سواء كان نظام ثنائي أو غيره، فيقول الفقهاء أو العلماء رحمه الله: هذه المعاملة تكون مباحة وتكون جائزة بشرط إذا التزم بها النظام والمنتج، والربح يكون في هذه اللحظة مشروع ولله الحمد. بينما آخرون يشككون أو يحذرون إذا كانت هناك مؤشرات للهرمية أو أن الأرباح تأتي من تجنيد أعضاء أكثر من بيع المنتج، هذا لا يجوز شرعا. يعني هذا موقف علماء الدين، بعض العلماء ديال الدين الإسلامي. لكن دعنا نرى ماذا قال العلماء في الفتاوى عن التسويق الشبكي بوجه عام. نعم، نقول بعض الأحكام والمواقف الشرعية التي وردت من الفتاوى هيئة معتبرة. نعم، مثلا لجنة البحوث العلمية والإفتاء، اللجنة الدائمة، أفتت بأن التسويق الشبكي محرم، لأن المعاملات غالبا ما تكون مركزة على العمولات لا على المنتج، وتحتوي على غرر ومقامرة وغش وإلى غير ذلك. تقول الفتوى: مقصود المعاملات هنا هي العمولات وليس المنتج. المقصود المعاملات في التسويق الشبكي هي العمولات وليس المنتج. أما إذا كان المنتج المقصود به المنتج فهذا لا، إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون جائزا. وهنالك غش وتدليس، والغالب أن الأعضاء في الأسفل يخسرون. إذا كان مثلا التركيز المقصود هو المعاملات وليس المنتج، غالب الأحيان أن الأعضاء في الأسفل يكونوا من الخاسرين. يعني وكذلك ورد أن التسويق الشبكي الذي يشترط الاشتراك فيه شراء منتجات ثم جد آخرين هو غير جائز. متى إذا الإنسان دخلت في هذا النظام ويشترط عليك شراء المنتج كما في بعض الشركات، لازم تحقق واحد المبيعات الشهرية أو تؤدي المبالغ لتسجيل العضوية، هذا كذلك لا يجوز. طيب، كيف نطبق هذه الفتاوى على شركات أوتومي ونظامها الثنائي؟ ركزوا معي بارك الله فيكم. لكي تحدد ما إذا كان حكم هذه الفتاوى ينطبق على أتومي أو لا، يمكنك التحقق من الأمور التالية في نظامها. طيب، أولا، هل الدخول في النظام يتطلب دفع مبلغ مالي أو شراء منتج بشكل إلزامي؟ طبعا الجواب هيكون لا. الشركة ما فيهاش يعني تشترط عليك
في التسجيل دفع مبلغ مالي أو تشترط عليك شراء منتج بشكل إلزامي، الحمد لله هذا ما غير موجود في شركة أوتومي. نعيد السؤال، يعني لكي تحدد ما إذا كان حكم هذه الفتاوى ينطبق على أوتومي، يمكنك التحقق من الأمور التالية في نظامها. أولا، هل الدخول في النظام، هذا النظام ديال الثنائي ديال شركة أوتومي، يعني يتطلب منا دفع مبلغ مالي؟ لا. أو يطلب منا شراء منتج معين؟ لا. إذن فالأمر سهل ولله الحمد. إذا العضو يجب أن يدفع مبلغين أو يشتري منتجا من أجل الدخول، حتى ولو كان المنتج دريعة، فهذه من العلامات التي تثير الشبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. ثانيا، هل الربح يحصل أساسا من بيع المنتجات أم من جذب أعضاء الجدد؟ هذا سؤال. طيب الإجابة ستكون: الربح يكون من بيع المنتجات لا من جذب أعضاء الجدد. إذن ما في إشكال. إذا العملات تكون مرتبطة بجلب أعضاء جدد أكثر من بيع المنتج الفعلي، فهذا أقوى في أن يكون حكمه محرما، ما دام أن جذب الأعضاء الربح لا يعطى من جذب الأعضاء، وإنما الربح يعطى مثلا من بيع المنتجات. هذا الحمد لله افتوا علماء الدين يعني بحليته وليس بحرمته. ثالثا، هل المنتج حقيقي وله قيمة حقيقة في السوق؟ نعم. أم أنه سلعة صورية تستخدم كذريعة؟ فأظن أن كلكم تتفقون معي أن المنتج حقيقي وله قيمة حقيقة في السوق، حقيقية، ما فيش ضرر، أن المنتجات ديالو حلال، ما فيها المنفعة، ليس فيها ضرر، منتج ليست فيها محرمات يعني كالخمر والخنزير وغير ذلك. إذن المنتج حقيقي وله قيمة حقيقة في السوق. نقطة أخرى: هل هناك وضوح في العقود والمخاطر ونسب المعاملات أم يوجد غموض وعدولات بين من يربح ومن يخسر؟ النظام يعني واضح في هذه المسألة. طيب، هل أغلبية الأعضاء في آخر التسلسل أو في المراكز الدنيا تخسر؟ لا، الكل يخدم الحمد لله، سواء كان يعني اللي في الأعلى ولا في الأسفل. كثير من الفتاوى تشير إلى أن غالبية المشتركين في الأسفل يخسرون، بينما قلة في القمة تكسب. هذا من مظاهر الغرر والظلم. إذا الحمد لله الأمر والله أعلم. يعني هذه الشروط اللي ذكرناها والنظام اللي ذكرناه، فأظن ولله الحمد يعني الشركة الأوتومي ما فيهاش هذاك النوع ديال الهرم. يعني لا بد من المعايير. إذا أي إنسان يريد أن يدخل إلى هذا المشروع من تسويق الشبكة أو في صناعة البيع المباشر، فلازم أن يحترم هذه المعايير. أول شيء أن يكون سميتو ما يكونش يعني الغرار، وما يكونش الضرر، وما يكونش الحرمة، لا حرمة الزمان ولا حرمة المكان، يعني وما يكونش الخداع، ما تكونش الربا. فأكظن أن هذه الأمور كلها الحمد لله غير موجودة يعني في شركة أوتومي. فما على الإنسان إلا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يمشي بخطى ثابتة. وكذلك هذا النظام الحمد لله فيه جوج الفوائد: الفوائد الصحية والفوائد المالية. أنه يعني الفوائد المالية أنك تنفع الناس الفقراء المحتاجين، يعني تخرجهم من دائرة البطالة إلى دائرة العمل يشتغلون. وكذلك الناس تعتق الناس، ما تنفع الناس في المجال الصحي. هذه من المسائل اللي ركز عليها الدين الإسلام ديالنا، يعني من الكليات الخمس: حفظ المال وحفظ النفس وحفظ الصحة. وهذا ما يعني الحمد لله يعني تقرر ووصل بحثنا إليه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا كان في أي استفسار أو أي سؤال إن شاء الله نتواصل عبر المجموعة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.